جارتي القرشانة دخلت عليا ليلة العيد وقالت لي وريني غرفة بناتك شكلها ايه. دخلت كده وقعدت تبص شمال ويمين وراحت قايله لي ذوقك مش قد كده. انا بجد يا جماعة ذوقي مش قد كده. طب انا محتاجة اعرف رأيكم انتم يلي بتفهموا في الذوق. الغرفة دي انا عاملاها عند نجار يا جماعة، يعني عاملاها بذوقي. والقماش بتاع الستاير انا اللي جايبة القماش ومفصلاه، وكل حاجة عاملاها في الأوضة تقريبا كده بإيديا. عايزة أعرف رأيكم في التعليقات في غرفة البنات بكل صراحة، لان هي شككتني في نفسي بصراحه. لكن انا برضو هفضل واثقه في نفسي كده، واثقه فيكم ان انتوا هتقولوا لي الصح. هي السجاد مش احسن حاجه مع الغرفه، لان السجاد ده القديم بتاع جوازي، فانا عارفه ان هو مش احسن حاجه مع الغرفه. ان شاء الله هجيب له سجاد جديد. وبرضو الغرفه محتاجه شويه مفارش، انا برضو واخده بالي. لكن هي ما تقوليش كده، يعني ازاي تقول لي كده؟ بصوا الستاير جايباها اللي هي الهامر الغاليه يا جماعه، والله العظيم المتر مش عايزه اقول لكم بكام، وجايبه كمان ستاير ايكيا مفصلاهم كلهم على ايديا. يعني انا حبيت ادخل كده الساده مع القماشه اللي هي الايكيا ديت، ويعملوا كده ميكس حلو مع بعض. لو ذوقي فعلا مش حلو يا ريت تقولوا لي. بصوا كده السراحه او التسريحه بتاعت البنات، ودي كده وحده الادراج. انا عامله وحده ادراج كامله كده عشان بقى شراباتهم وغياراتهم وحاجاتهم الصغيره دي يقدروا يوزعوها براحتهم. وادي الدولاب هوريه لكم اهو. طبعا بنات محتاجين ادراج كتير، فطبعا ايه انا كترت من الادراج. بصوا الدولاب اهو. انا التصميم ده يا جماعه شفته في مجله وعجبني، ووريته للنجار وحبيته يعني ان انا اعمله، لانها غرفه بنات ومحتاجه تبقى كده شكلها رقيق وسيمبل. بصوا حطيت هنا بقى هدومهم هنا كده، والرف ده كده للحاجات اللي هي الاسترتش بقى والكولون والكلام ده. ومن ناحيتين كده كل ضرفه فيهم ارفف بالشكل ده اهو. تعالوا بقى ندخل على المطبخ نفش غلبنا وغلنا في المواعين. طبعا وريتكم الجانب الايجابي غرفه البنات. تعالوا بقى ندخل المطبخ نشوف بقى الاجازه عامله فينا ايه. الاجازه عامله فينا عمايلنا. انا بحب الدراسه رغم ان احنا بنشقى ونتعب في الدراسه، بس الولاد بيناموا بدري، والمطبخ طالما شطبتيه يعني من بالليل بتصحي تلاقيه رايق. لكن في الاجازه بتشطبي المطبخ بالليل تقومي تلاقيه كده ازاي؟ ما تفهميش، ما تفهميش. بيفضلوا سهرانين طول الليل يا جماعه، ويقعدوا بقى يعكرتوا في المطبخ، ويعملوا عشاء مره واثنين وثلاثه، ويعملوا بقى سناكس وفشار، ويعملوا مكرونات، ويعملوا حاجات كده غريبه ما تفهميش. بيطبخوا، هما بيطبخوا بالليل في المطبخ. فقلت بقى ايه يعني ادردش معاكم كده وانا بغسل المواعين يا جماعه. بصوا كمان بيرموا الاكل في الحوض يعني بيحطوا المواعين في الحوض بالاكل. انا ما بحبش كده، يعني عندي ينضفوا المواعين ويسيبوها يعني كده ايه على جنب احسن ما يعملوا العمله دي. خدت بقى الاطباق كلها ورا بعضها كده طبعا، والكوبايات، وبعد كده بقى ايه الحاجات اللي هي الالمونيا. وبعدين هصبن بقى الحوض وارجع بقى ايه اشطف كل الحاجات اللي احنا غسلناها دي مش هتاخد في ايدينا حاجه يا جماعه. ربنا يهدي لنا ولادنا ويصلح لنا حالنا فيهم يا رب. لو وصلت معايا للمقطع ده ما تبخليش عليا باللايك والشير، وما تقولي لي، وما تنسيش بقى تقولي لي رايك بكل امانه في الغرفه بتاعه البنات. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناه وتعرفيني بقى بتتفرجي على الفيديو بتاعي ده من اني بلد. اهو بصوا هنا حد قال لي بيكلمني، فانا ايه عتلت شويه. هجيب بقى سلكه. بصوا اللبانه بتاعتي دي محدش عايب عليها يا جماعه، ما عنديش غيرها. عندي لبانه تانية سايباها في شقتي القديمه، لكن هنا ما عنديش غير اللبانه دي. كده تقريبا كده اخر حله خلاص. هنصبنها هي كمان. نشطف بقى يا جماعه. عايزه اقول لكم المطبخ طالما نضيف تحسوا ان الشقه كلها رايقه ونضيفه. ما تعرفوش ايه السبب، ايه السر للمطبخ. بص بوريكم ان غطا الازازه بينضف اللبانه. بصوا يا جماعه اللبن اللي بيبقى ماسك في اللبانه بغطا الازازه كده بكل سهوله بتنزلوه كده حتى لو محروق، وبعد كده تصبنوها بالسلك عادي مفيش اي مشكله. اللبانه بتاعتي من غير ايد. هحط بقى شويه كلور كده وعقم بقى الحوض وحوالين الحوض والحنفيه وكله. وادي الحوض راح زي الفل. وكمان عملت ايه بقى، جبت اسمه ايه يا جماعه اللي بنشرب فيه الميه ده؟
الكولمن يا جماعه، انا حطيت الحاجه بتاعتي هنا كده جنب ايدي عشان طبعا بنضف الرخام. انا استطبنت الكولمن، قلت بقى سيبه يتصفى، ورحت بقى ايه